حاجات فاكرينها حرام وهي مش حرام. الجزء الثالث مش الاول ولا الثاني، خلي بالك. قبل ما تكمل معايا الفيديو ما تنساش تشترك في قناه اليوتيوب الجديده تحت في اول تعليق، هتلاقي تاني تعليق كده صفحه الفيس الجديده برضو اللي انا عملتها البديله، عشان الصفحات اللي بكلمكم عليها ممكن تتقفل، فاقابلكم هناك ان شاء الله. لو انت ما شفتش الجزئين اللي فاتوا حاجات فاكرينها حرام وهي مش حرام، هتلاقي الفيديوهين موجودين على قناه اليوتيوب الجديده. وصلي على النبي واسمعني وركز عليه الصلاه والسلام. رقم واحد، واحده مامتها ماتت او والدها مات وكانوا بيناموا على سرير معين، فيقول لها اوعي يا بنت الحلال تنامي على السرير بتاع ابوك اللي مات ولا امك اللي ماتت، حرام. ليه يا اخوانا في ايه يعني؟ يقول لك ده السرير ده بتاع الشيطان هو اللي بينام عليه. بقى الشيطان ينام ويسيب الناس كده تعبد ربنا؟ هو اهبل؟ ده مش هيهداله بالي لما يدخل الناس كلها النار، دي وظيفه الشيطان. يا اخوانا الله يكرمكم بطلوا تاليف في الدين. يا بنت الحلال نامي على سرير امك على سرير ابوك اللي مات وربنا يرحمهم ويغفر له، مش حرام خالص. واللي يقول لك كده قولي له هات الدليل، جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ابويا قال لي. ابويا يا عم الحاج. رقم اتنين، يقول لك اوعى تتغدى ولا تتعشى وانت بتاكل وانت لابس الكوتشي بتاعك او الحذاء بتاعك، حرام. لا على فكره هو مش حرام، عادي جدا، بس من باب النظافه ما تعملش كده، ساعتها ممكن حاجه تقع في الاكل. فمن باب النظافه سيب الحذاء بتاعك بره على باب الشقه وكل وانت غاسل ايدك وغاسل رجلك. لكن لو انت وحدك ومربع رجلك ورجلك بعيده عن الاكل وعاوز تاكل بالحذاء مش حرام، لكنه من باب النظافه ما تعملش كده بس. رقم ثلاثة، يقول لك لو واحد صلى وهو لابس حظاظه في ايده صلاته حرام وبطله، والكلام ده غير صحيح، فالصلاه صحيح. لكن نصيحه، الحظاظه جايه من اسمها قال يعني بتجلب الحظ، فانت ما تلبسهاش اصلا. فالذي ينفع ويضر مش الحظاظه وانما هو رب العالمين. حتى لو انت بتلبسها من باب العاده فما تعملش كده، لان في ناس بتعتقد كده فانت بتقلدهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. لو واحد بيلبس حاجه زي جلده كده على شكل حظاظ بس هي مش حظاظه، نقول لك برضه ما تعملش كده، لان الكلام ده خاص بالنساء. الرجاله ما يلبسوش ولا انسيالات ولا حلقان ولا سلاسل ولا الكلام ده. لكن فرضا لو واحد لبس كده وتشبه بالنساء وصلى فالصلاه صحيحه مع الاثم. رقم ثلاثة، اختنا قاعده في البيت فتسمع الله اكبر الله اكبر اذان الظهر، فتقوم عشان تصلي اول ما يقول لا اله الا الله ويخلص الاذان امها تقول لها اوعي تصلي دلوقتي، استني لحد لما يقيموا الصلاه. وهي يا حاجه مالها بالموضوع ده؟ الكلام ده خاص بالرجاله، هينزلوا المسجد فهم مرتبطين بوقت اقامه الصلاه، بيستنوا لحد لما الراجل يقيم الصلاه. لكن انا بصلي في بيتي، واحده ست او راجل مريض مش قادر ينزل، فاول ما الراجل يقول الله اكبر ويخش وقت الاذان مش لازم يستنى الاقامه وانما يصلي على طول دايركت. بس خلي بالك لازم تكون متاكده ان ده الاذان الصحيح، لان الراجل اللي بيأذن في المسجد ممكن يكون مش واخد باله فيأذن قبل الاذان بدقيقه او بدقيقتين. لكن لو انت متاكده مفيش مشكله وصلي اول ما يقول الله اكبر ولا حرج في ذلك. رقم أربعة، واحد داخل من الشغل بتاعه فقاعد على الارض ومش قادر مفرهد فمدد رجله ناحيه القبله، فمراته شافته. انت بتعمل ايه يا ابو احمد كده؟ ما ينفعش، انت ممدد رجلك في اتجاه القبله وده حرام. يا ست الكل مين قال لك حرام؟ بتفتي ليه من غير علم؟ خلي الراجل يمدد ويفرد رجله زي ما هو عاوز، ناحيه اليمين ناحيه الشمال، جهه القبله مش جهه القبله، كل هذا جائز اذ انه لا دليل على المنع. رقم خمسة، ودي عجيبه، تخش بيت تروح تزور واحد فتيجي تخش الحمام فما تلاقيش مرايه، تيجي تقول له يا عم الحاج انت مش مركب مرايه ليه في الحمام؟ يقول لك حرام يا عم شريف، انت ما تعرفش المرايات حرام تتحط في الحمام؟ وتاني تقول لك لو انت عندك مرايه في البيت في اوضه النوم فانت لازم تغطيها. وطبعا الكلام ده كله فاكس، ولا ده صح ولا ده صح. حط مرايه في الحمام عادي مفيش مشكله، عاوزه تسرحي شعرك عاوزه تهندمي نفسك قبل ما تطلعي حط مرايه في اوضه النوم عشان تتمكيجي وتلبسي صح قدام جوزك، وانت كمان رايح الشغل بتاعك عاوز تهندم نفسك تسرح شعرك تظبط حالك، اعمل الكلام ده يا عم مفيش اي مشكله، ولا تغطي مرايه ولا تشيلها من الحمام، كل هذا جائز. سلام بقى لو نبطل فتي شويه هنستريح في الدنيا والاخره. رقم ستة، تلاقي الواد كده قاعد في البيت فيجي الساعه 12 بالليل واحده بالليل يقص ضفره بالقصافه، فتيجي امه جري اوعى بتعمل ايه حرام عليك يا بنتي، في ايه بالراحه شويه، حرام عليه ايه بس؟ ايوه ما ينفعش، لازم يقصوا الصبح او الظهر، لكن بالليل ده شغل شياطين. على اساس ان الشيطان بيقص ضوافره بالليل ما بيقصهاش الصبح، مين اللي قال لك كده؟ وعلى اساس اصلا الشيطان ليه ضوافر، خليه يقص يا حاجه وسيبك من الخرافات اللي انت بتقوليها دي، اذ انه لا دليل على المنع. رقم سبعة، زمان واحنا صغيرين كنا بنلعب لعبه اسمها الحجله، فاكرينها الناس مواليد الثمانينات والتسعينات؟ نرسم رسمه على الارض كده مربعات ونحط الطوبه في مربع ونقف على رجل ونقعد نخبطها، فاكرين انتوا؟ نقعد نتحجل كده. فتلاقي واحده ست تشوف ابنها بيعمل كده في البيت بقى مش في الشارع او حتى في الشارع، تقول له يا ابني ما تعملش كده. ليه يا بنت الحلال؟ ليه يا ست الكل؟ تقول لك ده الشيطان هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيتحجل، على اساس ان ربنا وراك الشيطان وهو بيعمل كده. مين اللي قال لك ان الشيطان بيتحرك بالطريقه دي؟ يا ست خلي العيال يلعبوا، مش حرام ولا حاجه، بطلوا تحريم بقى الله يكرمكم. رقم 8، الراجل يقول لمراته خدي يا بنت الحلال الزرار ده وقع خيطهولي الله يبارك لك، او في حته في القميص مقطوعه خدي اعمليها لي. تقول له ما ينفعش اعمل لك بالليل يا ابو احمد الكلام ده، خليها الصبح. يا بنت انا رايح الشغل الصبح، انت هصحيكي من النوم تعملي الكلام ده دلوقتي اعمله لي. تقول لك لا حرام، انت ما تعرفش ان الخياطه بالليل حرام؟ مين بقى افتكس الحته دي الله يكرمك؟ طب بطلي بقى فاتي الله يبارك لك، يعني كده شغل الخياطه
الخياطين كلهم في الشوارع اللي بيشتغلوا الساعه 9 وعمالين يخيطوا وفاتحين محلات خياطه فلوسهم حرام بقى بالطريقه دي؟ يا اخوانا الخياطه مش حرام ولا صبح ولا ظهر ولا بالليل، خيطوا في اي وقت. رقم 9 ودي مشهوره عند الشباب والبنات قبل ما يتجوزوا، تلاقي البنت او الولد يقول لك اوعى تيجي ناحيه شعر الابط او العانه، ليه؟ يقول لك ما ينفعش نشيله الا لما نتجوز. تلاقي البنت من دول محل الجمال والنعومه والرقه عندها غابات واشجار تحت الابط، يا شيخ ارحمي نفسك. بعدين انت لما تروح لدكتور ويشوفك بالمنظر ده، لو في دكتور جلديه وشافك كده، ايه المنظر القذر ده يا عم الحاج؟ يا اخوانا ديننا دين النظافه، وسيدنا عبد الله بن عباس بيقول وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم في ازاله شعر الابط والعانه وقص الاظافر، يعني ما يفوتش عليك 40 يوم الا وانت منظف المناطق ديت وخليك نظيف. والكلام ده وعيالكم الصغيرين علموهم الكلام ده من 9 و8 سنوات، ما ينفعش يكبر ويلاقي فيه شعر، الشعر ده بيجيب ميكروب وريحه منتنه بقى ومش هيعرف يحط مزيل عرق. يا عم ايه القرف ده، الله يبارك لك. رقم 10 ودي عجيبه جدا، واحده تكون حامل فتلاقي واحده عاوزه تخش تزورها، بس اللي هتزورها دي تكون حائض او امراه نفساء عليها دم النفاس. تلاقي في ستات قاعده مع الست الحامل دي فيقولوا الست دي اوعي تخش عليها، انت امراه حائض، لو دخلت المراه هتسقط. بقول لكم ايه، ما نقفل بقى عيادات دكاتره توليد النساء وعمليات الاجهاض، واي واحده عاوزه تعمل عمليه اجهاض نقول لها استني استني استني، ما تروحيش لدكتور يا دكتوره، احنا نجيب لك واحده حائض تخش عليك تسقطي الجنين، خلصت. بطلوا افتكاسات، بطلوا افتكاسات، الله يبارك لكم. الحمل ولا هيقع ولا هيتثبت الا بامر من الله تبارك وتعالى، لكن الحائض او النفساء تخش على اي واحده حامل مفيش اي مشكله ومش هيحصل لها حاجه الا اذا شاء رب العالمين ذلك، سواء بقى دخلت حائض مش حائض دي ملهاش دعوه. ده اللي قدرتوا اجمعه في الجزء الثالث من حاجات فاكرينها حرام وهي مش حرام. فلو انت عندك سؤال انا ما قلتوش في الجزء الاول او الثاني او الثالث سيبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله ممكن اعمل جزء رابع لو لقيت فيه كميه تعليقات كويسه وحاجات ناس فاكراها حرام وهي مش حرام. اهم حاجه اوعى تنسى تشترك في قناه اليوتيوب وقناه الفيس الجديده اللي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في التعليقات. خدوا الرابط بتاعها وحطوها في الجروبات في الصفحات اللي انتم مشتركين فيها، خلي الخير ينتشر، الناس تسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصحح المفاهيم المغلوطه عند الناس. اوعى تنسى الشير فالدال على الخير كفاعله، واوعى تنسى تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.